السلام عليكم، صباح الفل، كل سنة وأنتم طيبين، وحشتوني أوي. أنا باسجل الفيديو من الصبح عشان كده باقول لكم صباح الخير، مش عارفة هو بيحمّل بقى لحد إمتى. أنا ولدت الحمد لله بفضل الله، وهاقول لكم بقى أنا سميت بنتي إيه وكل حاجة. بس أنا ولدت قيصري وكنت تعبانة كنت تعبانة جدًا، جدًا والله العظيم. وعايزة أحكي لكم بقى على جبر الخواطر، والله هاحكي لكم قصة الركنة الحلوة أوي دي، اللي حصل بعد أنا كنت قاعدة على السجادة كده عالي، وكنت خايفة جدًا والله العظيم أنا أمّا هاجي فاتحة بطني هاقعد إزاي مثلًا، أنا كنت لسه ولدت يعني. الحمد لله ربنا رضاني بيها من قبل ما أولد، سبحانك يا رب وأقول لكم ليه. المهم إن أنا ما نسيتش حد والله العظيم، دعيت لكل بنت ربنا يرزقها بالزوج الصالح، التقي، الغني، الحنين، اللي يعينها على طاعة الله، اللي أهله كويسين، ويعلم ربنا أنا قعدت أدعي كده والله. وكل حد مشتاق يا رب الذرية الصالحة، ربنا يرزقه الذرية الصالحة، كل حد طلب مني إن أنا أدعي له دعيت له. أنا كنت باموت وأنا باولد الولادة دي كانت صعبة جدًا، جدًا، حرفيًا والله أنا قُلت أنا هاموت، مش قادرة آخد نفسي، وكنت ضغطي عالي جدًا، جدًا، تعبت أوي، والوقت كان طويل 3 ساعات باولد، فاستغليت كل ده والله إن أنا أدعي ربنا يتقبل يا رب. المهم بقى أنتم عارفين إن أنا كنت باعت الصالون بتاعي، كنا بس قاعدين على السجادة كده عادي بس ما فيش أي حاجة تاني. بعته ليه؟ عشان كان في قدامي ركنة المفروض إن هي مستعملة وتدّي لي بسعر رخيص وهاقسّط كمان سعرها. إزاي ماما، بالركنة دي؟ انا عايزه اقول لهم على حاجه. قولي يا حور. انا جبت بوزو. انا انا جبت بوزو. لقيت فيها ساعه ركبتها في ايدي. أنا كنت شايلة هَم اللي أنا لو دخلت قيصري هاجي أقعد على إيه، بجد يعني أنا اللي خلّاني باعت الصالون إن هو اتكسّر خالص، وكان في قدّامي صالون رُكنة على قدّها يعني كده، وقالت لي إن هي مش فاكرة كانت ب5000 أو حاجة زي كده، بس كانت هتقطّع لي فيها يعني تقسّطها لي، قالت لي زي ما تجيبي 200، 300 وقت ما تشتغلي، كل ما تشتغلي جمّعي حاجة مثلًا في كذا يوم وادّيها لي. قُلت لها: "يعني هتستحمليني؟" قالت لي: "كده، كده أنا مش عايزاها ومش عارفة أبيعها، وهي واخدة مكان وعايزة أخلص منها وبتاع." فالمهم أنا بِعت الصالون قُلت هاخدها وهي هتستحملني وكده. كان في كنبة واحدة بس هي اللي سليمة في الصالون بتاعي، بس أنا قلبي جامد بقى إن ربنا هيرزقني الرُكنة اللي هتيجي دي، كانت مستعملة وبتاع، أنا ما شُفتش شكلها برضه والله، بس قُلت لها: "ماشي الحمد لله هاتيها تمام." كان نِفْسي أصلًا يكون عندي رُكنة بصراحة، فقُلت لها: "هاتيها." وكده، فوجئت بقى عقبال ما بِعت الصالون بتاعي والكلام ده كُلّه، كانت هي اتصرّفت في الرُكنة للأسف. وطبعًا أنا مش هاعرف مين هيدّيني رُكنة مستعملة بأدفع حاجة 100 في 200 في 150 فمش عارفة إيه، فما فيش، فقعدت بقى على السجادة وخلاص. بس ربنا رضاني والله، أنا رضيت، قُلت الحمد لله حلو كده والدنيا هتبقى واسعة وجميلة وما فيش أي مشكلة، ورضيت والله الحمد لله. ما كنتش أتوقع أبدًا، أبدًا يكون عندي الرُكنة الحلوة أوي دي. هاقول لكم الحاجات دي كلّها كانت طالعة لوجه الله، كان حد مكلّفني أطلّعها يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت شُنط تحفة. هي كانت طالعة لوجه الله والله، هي كلّفتني بس إن أنا أجيبها ووصّلت الأمانة، وهاقول لكم بيحصل إيه لمّا باوصّل الأمانة. ما شاء الله دي زبدة وبلح إزازتين زيت وكيسين رُز وسُكّر وتمر وقمر الدين، حاجات ما شاء الله كتير. المهم بس أنا كنت أمنية حياتي، يعني أنا في ورقة كده كاتباها من سنين فيهم بقى الرُكنة دي، وكانت يعني سبحان الله الشكل ده على ذوقي جدًا، عاجباني أوي ولونها كمان حلو أوي بالنسبة لي يعني. عشان أنا واثقة أي حاجة ربنا بيعملها هي الخير، والله ما زعلتش خالص لمّا الرُكنة اللي أنا كنت باعتة عشانها الصالون وما أعرفش إيه هاخدها ما خدتهاش، أنا واثقة إن هو ده الخير. شُفتوا بقى لقيت واحدة بتقول لي: "أنتِ ليه بعتِ الصالون طيب وأنتِ ما جبتيش الرُكنة بتاعِك؟" فأنا حكيت لها قُلت لها عشان هي كانت هتدّيني واحدة مستعملة كانت عندها وكانت هتقسّط لي في تمنها، فأنا مش هالاقي حد يقسّط لي في تمنها وكده مستعملة. فقالت لي: "طب ما أنا عندي رُكنة برضه ممكن أدّيها لِك بالقسط، بجد مش عايزاها وكده، وعندي جزّامة كمان." أنا ما صورتلكوش الجزّامة صح. بس هي جنب الحاجة أهي دلوقتي باينة، هابقى أصورها لكم مرة تانية. قُلت لها بجد والله أنا من غير ما أقول لها شكلها إيه ولا أي حاجة، قُلت لها: "طب هتيجي عندي في الصالة؟" قالت لي: "آه." قُلت لها: "طب هتقسّطي لي هي سعرها هيبقى كام وهتقسّطي لي كام؟" قالت لي: "يا ستي نفس السعر، خلّينا زي ما أنتِ كنتِ هتجيبي وقسّطيها زي ما كنتِ هتقسّطيها." قُلت لها: "طب خلاص تمام." واتفقنا على كده والله ولقيتها راحت باعتة لي الرُكنة على البيت، ما شاء الله تبارك الرحمن، هي حرفيًا جديدة، جديدة بجد يعني سبحان الله بقى ربنا رضاني برُكنة تحفة. وجميلة وزي ما أنا عايزة وفيها سحارة وبتتفرد كمان سرير، والله العظيم فيها كل حاجة أنا كنت عايزاها. فأي حاجة ربنا بيعملها خير والله. يعني أنا كنت شايفة إن أنا خبر أبيض بِعت الصالون، طب هاقعد على إيه أنا حرفيًا كنت شايلة هَم بس إن أنا لمّا هاولد الناس هتيجي تقعد على إيه، بس قُلت خير، كده، كده إن شاء الله أنا ما دام يعني صعب إن أنا أبقى فاتحة بطني وهاقعد على الأرض إزاي، فأنا قُلت
لأ خلاص هو خير يعني عامةً، ما دام ربنا عمل كده فأنا هاقدر، أو الناس اللي هتيجي مش هتتضايق، يعني هو أكيد خير، راح ربنا رزقني بالرُكنة الجميلة دي وقبل ما أولد، وربنا رزقني يعني المحتويات بقى اللي قدامنا دي محتويات الشنطة الواحدة، ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت عايزة أقول لكم بقى على حاجة، هي دي أمانة، يعتبر هي بس أمانة باوصّلها وخلاص، وإن شاء الله ربنا يكتب لي أجر يا رب أنا كمان، أنا وولادي بقى لإن هُم يا عيني اللي شالوا وجابوا وودّوا وحطّوا، لإن وزوجي برضه إن أنا كنت تعبانة مش قادرة أشيل حتى نُص الشنطة دي ولا قادرة أشيل إزازة الزيت حتى. بس والله العظيم ما في مرّة أوصّل فيها أمانة غير لمّا ربنا يرضيني ويكرمني أنا كمان، هو سبحان الله. يعني أنا بس بابقى خلاص أنا ناوية هاودّي الأمانة فين وفين وفين وقاعدة أفكّر فيها، بس أنا حتى لسه ما وصّلتهاش ربنا يكرمني، بعد ما باوصّلها بسم الله ما شاء الله والله العظيم ربنا بيراضيني. يعني هو سبحان الله دايمًا أنا أقول الأمانة بتوسّع الرزق، سبحان الله كل حاجة بابقى نِفْسي فيها حتى لو ربنا ما رزقنيش بالفلوس، والله العظيم أي حاجة نِفْسي فيها أبُص ألاقي ربنا رزقني فيها أقول إيه ده! سبحان الله والله العظيم أنا كنت عايزة الحاجة دي جات لي إزاي! والله العظيم فتدابير ربنا والله أحسن من أي حد، أنتِ بس ثقي في الله في اختيار ربنا ليكِ، وهتلاقي ربنا رازقِك باللي أنتِ عايزاه في الوقت الصح، وهتبقي مستغربة كده جات لِك إزاي. سميت بنوتي إيه بقى، سميتها تالية القرآن، بس هي للأسف زنانة أوي، مش عارفة عشان تعبانة والّا إيه، عندها الصفرا عالية شوية، بتحتاج تخش تعمل جلسات، ف هو جهاز كده اللي هو بينوّر أزرق أوي، وبصراحة خرجت منه الصفرا فارقة نازلة يعني نزلت رقم كويس الحمد لله. أنا عمري ما باهتم بالصفرا وبتيجي للولاد كلها وبتنزل عادي، بس طعامها قالوا لي أنتِ إزاي سايباها وديها للدكتور فورًا والصفرا عالية أوي، أنتِ إزاي مش شايفة؟ أنا بصراحة شايفاها عادية، ولادي كلّهم بيبقوا صفرا كده وبتروح عادي، مراتي قعدوا يزعقوا لي في الصحة، فرُحت وديتها للدكتور قال لي محتاجة جلسة ضروري عشان ما تطلعش على الأعصاب ولا حاجة زي كده، وغير التعب اللي أنا فيه وغير إنها زنانة مش عارفة ليه، فشوية مشغولة، أنا آسفة دايمًا كده وأنا مش عارفة أنا هالاقيكم والّا لأ. بس والله دايمًا باكون راسمة خطة إن أنا هاعمل كذا وهاعمل كذا، وغير التليفون مجنني عايز لازم أقعد أمسح فيه وأقعد أضبّط فيه ومش عارف إيه، الله المستعان يا رب، الحمد لله والشكر لله، كل تدابير ربنا كلّها خير. عايزة أقول لكم بقى على حاجة مهمة أوي، والله كنت نفسي أنزّل في أول 10 أيام من من آخر 10 أيام من رمضان أنزّل الفيديو أقول لكم على الموضوع دوّة، بس ربنا ما قدّرش زي ما قُلت لكم بقى الظروف اللي كانت بقى النهارده، أنا آسفة، بس ممكن تلحقوا يعني، أنا كنت عايزة أقول لكم على حاجة، الحقوا صلّوا ركعتين توبة لله في ال10 أيام دول، والله العظيم، والله العظيم كُلّ خير وكُلّ رزق ربنا بيبعته لي، أنا باحس إن هو بسبب الركعتين دول، أنا في يوم أنا مش في يوم، أنا كذا مرّة يعني كل رمضان أقعد مع نفسي كده وأبقى يا ربي أتوب عن إيه، هو ده الرز ده عشان ما تستغربوش هو أسود كده ليه، هو ده سكر مكرمل ورز اللي هو بالخلطة يعني، والرز التاني دوّة هاورّي لكم شكله كمان حلو أوي بالخضار. المهم أقول لكم بقى أنا كنت باعمل إيه في رمضان، بالذات في ال10 الأواخر بابقى عايزة أعمل حاجة، بابقى حاسة إن أنا متوترة أوي، أوي، عايزة أعمل حاجات كتير أوي، يا رب أعمل إيه، يا رب أعمل إيه، والله العظيم بجد، فباقعد أذكر الله كتير، أقعد أصلي ركعتين توبة وأقعد أدوّر على أي حاجة أنا كنت باعملها يعني مش حلوة، زي مثلًا في مرة والله بجد المرة دي أنا ما انساهاش أبدًا، أنا كنت زمان كنت لسه كنت بادرس يعني، فكنت شوية بأخّر في الصلاة، أمّا جاية تعبانة ممكن آجي أنام، باجي والدتي تعبانة باعمل لها حاجات مش عارفة إيه، كنت مضغوطة شوية، فكنت بجد ساعات بأخّر في وقت الصلاة. الموضوع ده أنا هاتوب، فصليت ركعتين توبة، والله العظيم مش قادرة أقول لكم على الراحة اللي بقيت أحسّها لمّا بقيت أصلّي الوقت في وقته، أنتم عارفين إن أنا عندي رهبة باخاف أوي، أوي يعني كل واحد بيخاف من حاجة يعني. اللي بيخاف من الحاجة العالية، أنا باخاف حاجات متضايقة، لحد ضلمة، أنا باخاف من حاجة غريبة أوي، باخاف من الكوبري أقف تحتيه والله باحس إن هو إيه ممكن يقع وأنا واقفة تحتيه، أنا كنت بقى أيام الدراسة بقى أنا كنت باركب من تحت الكوبري بالضبط، كنت عايزة أقول لكم باترعب والله العظيم واقفة مرعوبة، هو الموقف كده تحتيه، فالمهم أمّا بقيت أنتظم في الصلاة بالذات بقى أمّا كمان أصلّي قيام الليل، قسمًا بالله بُصّوا قلب أسد، أنا مش خايفة من أي حاجة خالص، مش خايفة، تحسّي إن أنا إيه، عاملة اللي عليَّ، باذكر الله وباقرأ القرآن وباصلّي الوقت في وقته، وباحاول إن أنا ألبس لبس كويس أنا مش خايفة، إيه يعني هاموت إن شاء الله أخُش الجنة فمش خايفة خالص، بجد التقرُّب إلى الله حلو، الاطمئنان الرهيب دوّة، غير بقى التوفيق في كل حاجة، يعني صحابي يقولوا لي: "اشمعنى أنتِ، اشمعنى الدنيا سهلة معاكِ ليه كده؟" أنا في بالي والله العظيم أقول المحافظة على الصلاة، سبحان الله الحاجة الوحشة بتبوظ لوحدها قبل ما توصل لي، يعني حاجة مش خير ليّا تبوظ قبل ما توصل لي.
أنا عارفة بسبب المواقف الكتير دي أنا باثق في الله جدًا، جدًا، جدًا. أي حاجة تحصل أنا عارفة إنها خير. ما دام أنتِ مش مقصّرة بتعملي اللي عليكِ، فوالله يا بنتي ابدئي. أنا باكلمكم أنتم أخواتي والله. ابدئي صلّي ركعتين توبة، أي حاجة بذنب مثلًا أنتِ بتعمليه وتوبي عنه. أول ما هتقولي تُبت إلى الله بنيتِك بجد أنتِ تُبتِ إلى الله، وابدئي بقى صفحة جديدة كده وبقلب كده صافي، وإن شاء الله واستعيني بالله. يا رب استعنت بيك، يا رب مش قادرة أبطّل مثلًا الذنب ده، مش قادرة يا رب استعنت بيك، قوّيني يا رب. ادعي حتى ربنا يوفقِك إلى العمل الصالح، وهتلاقي بقى تيسير وراحة ورضا. كل حاجة حلوة بالتقرُّب إلى الله والله العظيم، وركعتين التوبة إلى الله. ومرّة تانية مش فاكرة يا رب أنا كنت متزوجة وكل حاجة، بس تُبت إلى الله برضه. مش فاكرة والله العظيم، مش متذكرة عن إيه. حاجة ممكن تكون هيّنة، بس هي ممكن تبقى كبيرة أوي عند ربنا. فأنا برضه باصلّي ركعتين توبة وأقول أمّا باعرف إن الحاجة لأ، الحاجة دي حرام، فخلاص أنا هابطّل يا على الفرج اللي بييجي وراها، والخير والرزق كل حاجة حلوة والله العظيم. يمكن ربنا بيرزقني بكل حاجة أنا عايزاها، حتى لو الفلوس ما جاتش في إيدي أو ربنا ما ييسّرش وأنا اللي اشتريتها بس بالاقي الحاجة جاية لي، أقول إيه ده! والله العظيم أنا كنت عايزاها، وقسمًا بالله كنت عايزاها. باقعد أستغرب أوي. فاستعينوا بالله ويالّا الحقوا، إحنا لسه في ال10 أيام برضه دول. يعني يعني تخيّلي أنتِ لو عملتِ حاجة وربنا تقبّلها منِّك واتحسبت لِك بكام حسنة، بكام ألف حسنة، والّا لو ربنا قدّر وجات ليلة القدر بكام سنة. فحاولوا تذكروا الله كتير. والله العظيم لدرجة إن أنا صح نسيت أصور لكم. أنا كنت عايزة أصور لكم، استنوا أروح أصورها لكم. أنا تقريبًا وريتها لكم قبل كده، بس السجادة دي حتى أنا كان نفسي فيها أوي، والله كان نفسي فيها أوي، وربنا ييسّرها وجات لحد عندي، اللي هي شكل السجادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبجد والله العظيم تيسير رهيب، بس أنتِ تقرّبي إلى الله. يعني أنا باقعد أقول إيه، كل حاجة عند ربنا، هي كل حاجة عند ربنا، والله هو ده اللي باقعد أفكّر فيه. فاطلبي من ربنا اللي أنتِ عايزاه، بس أنتِ برضه قدّمي اللي أنتِ تقدري تعمليه. يعني اذكري الله واستغفري وتوبي من الحاجات اللي أنتِ تعرفي إن هي لأ حرام أو فيها شُبهة. أنا أي حاجة برضه باحاول، يعني الله المستعان. أي حاجة أعرف إن هي فيها شُبهة يالّا هاسيبها لله، خلاص سِبتها، ما دام قادرة على ده. يعني إيه، آمم لو مش قادرة استعيني بالله، قولي يا رب استعنت بيك، يا رب قوّيني إن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده، فربنا إن شاء الله هيقدّرِك والله. بس وكده كنت باشارك معاكم كمان الوجبات بقى اللي طالعة، يعني طلّعت تاني. إن شاء الله أشاركه معاكم الفيديو الجاي وأشوفكم على خير.